السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. ومع حلقة جديدة من سلسلة مبارياتي من بطولة البليدز في مهرجان عدل الدولي للشطرنج. والجولة دي كنت بلعب فيها بالأسود ضد الأستاذ حسام حسني بتقييم 1949. مباراة فيها شد وجذب. الأستاذ حسام حسني شخصية سيئة الأخلاق بعض الشيء. وأنا بلعب معاه بالأسود هو لعب E4 نايت F6 بعد هند 4 كوينز، قلت له G6 نايت C3، قلت له أنا جاي لك بجرون في الديفنس E3 E6 نايت F3 نايت B D7 بيشوب E2 بيشوب B6 كوين A4. والنقلة بتاعته دي أنا ما خدتش بالي إن هو رابط الحصان على الملك. فلعبت أو مكشر كأني عملت مصيبة أو قتلت له هتيل زي ما بيقولوا. فقلت له في إيه؟ راح نده الحكم، كانت حكمة سيدة محترمة، قالت له في إيه يا أستاذ حسام؟ قال لها أنا رابط الحصان ده بالوزير وهو لعب الحصان ده. راحت الحكم مسكت الساعة، زودت له دقيقتين وادتني انذار، قالت لي لو اتكررت تاني أو حصل أي خطأ منك أنت كده يبقى الإنذار التاني زي كرة القدم وهتخسر الجيم. قلت لها حاضر. فعرفت إن الشخصية اللي قدامي دي بيلعب على الأخطاء. على طول كنت بكلم الحكم فهو شغل الساعة. ولعبت تبييت، راح هو زايد على الفيل، رحت أنا لاعب أي نقلة كده من الميداليتي، لعبت B6 مخدتش بالي إن الفيل ده مضروب. قلت راح واكل على طول، قلت الحمد لله نسيب B6 اللهم شاء فعل. آه ناس قصدا إن هي تضايقك، اطلب حقك بس بطريقة كويسة وهادية. بيشوب B7 بيشوب B3 A6 نايت A2 B5 كوين A3 A5 دي في A5. هو عنده تفوق 3 في الشكل ده نتيجة القطعة دي في A5 نايت B2 روك A8 نايت H5. أنا ما عنديش حاجة أبكي عليها، تعالى أنا هخليها لك ضلمة. نايت B3 حصانة نايت H1 D4 بيشوب B2 A4 هتفيدك. بيشوب E2 D3 بيشوب D1 نايت E5. وأنا عمال ألحقه باللعب المشاريع مش عاوزه ياخد نفسه. كوين A5 عاوز أحرق الوقت بتاعه، بلعب بسرعة. كوين D7 كان عاوز يكسر وزير في وزير، مشيت بالوزير. نايت D4 بيحط حصان قوي هنا، قلت له خليه. نايت C4 هات وزيرك، مسيطر على الخانات السوداء. كوين C3 قلت له H3 تعالى بوظ لك الجناح بتاعك. G3 روك AC8 كوين B3
قلت له هات بقى الفرق الجميلة دي هنا، وهنا الضغط بيولد انفجار. كوين اي 3، هات الرخ كلب، هات رخك ب 3، روك 3، هات رخك جوزت، روك اي سي 8، اف 4 عاوز ياخد مساحة، قلت له هات البيدق ده، كلت بالمرور اف اف 3، بيشوف اف 3، بيشوف اف 3، نايت اف 3، ثبت له الوزير على الملك ما يتحركش، اشرب بقى من نفس الكاس، نايت اف 2، كوين في اف 3، روك بي 1، قلت له كوين اي 2 تشيك، تعالى بقى نكسر وزير في وزير، كلب روك سي 2، شيك كينج اف 3، روك اف 2، شيك كلب، ما خليكلوش حاجة فيش، تعالى هات البيدق ده، وهات وهات هات كينج جي 7، هتعمل ايه؟ اي 5، اي 4، اي 5، نايت اي 5، جي 4، اوكي، شيك، نايت جي 3، شيك كينج دي 5، هات رخك هيرب روك، تعالى نايت سي 3 تشيك، كينج سي 4، كيلو، طيب نايت اي 4، روك اي 1، كينج سي 4، نايت جي 5، كينج بي 4، روك جي 1، خد البيدق ده، وانا اخد البيدق، وانا اخد البيدق ده اللي ماشي معايا بيدقين، والبيدق ده ضعيف هيقع. زي ما حضراتكم شايفين مش عاوز يستسلم، بقول له ما عندكش حاجة تعدية، روك بي 8 يتحرك بالرخ زي المجنون، قلت له اهدى بس على أعصابك، انت لسه ما شفتش حاجة، روك جي 1، اف 3، كينج جي 4، كينج بي 5، روك اف 4، كينج سي 5، كينج جي 3، قاعد عمال في اللقطة دي عمال أدور على الوزير وهو مخبي الوزير في إيده تحت الترابيزة، وعاوز يخليني أدور على الوزير وأحرق وقت، فعمال أرفع إيدي عشان الحكم يجيب لي وزير. الحكم الحكمة جت قالت لي فيه، قلت لها مخبي الوزير في إيده. فهو كان عاوز يعمل مشكلة وعلى صوته، قلت لها قالت لي وقفت الساعة وقالت لي اتفضل الوزير اهو، نزلته وخسر الجيم، استسلم وانسحب. بعد ما انسحب قال لي مالك بتترعش كده ليه؟ تيجي تحلل الدور، نحلل الدور، انت كسبت الدور ده، ما تستحقوش. قلت له انت خسران، انت كسبان قطعة، وكمان معاك موقف آه، جاي دقيقتين من الحكم نتيجة الخطأ ده، وانت معرفتش تكسب، عاوز تحلل ايه تاني؟ قال لي انت ازاي؟ هو اللعب انا اخدت اللعب ده بمجهودي، وخدت القطعة بمجهودي وبلعب، وقعد يزعق ويضايق فيا، ما بصيتلوش ورحت قايل للحكم يا فندم الراجل ده قاعد عمال بيضايقني وبيغلط فيا، ادته انذار وقالت له انت ممكن تتشطب من المسابقة لو قررتها مع حد تاني. ورحت انا ضاحك ضحكة سخرية وماشي.
شخصيات سيئة الأخلاق بنقابلها في البطولات، وارد بنقابل الشخصيات الجيدة والمحترمة والسيئة، لازم تحطها في اعتبارك. يا رب تكونوا انبسطتوا من الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.